ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل معاكم فطاير البيتزا اللي احنا بنشتريها من الفرن الصغيره الحلوه دي. هنعملها النهارده بقى في البيت بتكاليف بسيطه خالص وحاجه بسيطه خالص. يلا بينا بقى نشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه معايا هنا كوبايتين من الدقيق، ومعلقه صغيره من الخميره الفوريه، ومعلقه او معلقتين من اللبن البودرة رائع في المعجنات، ومعايا معلقة كبيرة من السكر، ورشة من الملح، وربع كوباية من الزيت. هحط جزء منها دلوقتي واسيب جزء كده الم بيه العجينة في الاخر خالص. تمام، وابدأ بقى اخلط كل الحاجات دي، ومعايا مية دافية واحدة واحدة كده طبعا. نلم العجينة بالمية الدافية، وافضل بقى ايه على حسب ما العجينة تاخد مية. تمام، اهم حاجة العجينة دي عايزينها تبقى طرية. تمام، تبقى مطاطة كده وطرية في ايدي. حلو، هي هتبدأ تلم معايا اهي كده، هي تمام. ابدأ بقى ايه، طبعا هي ماسكة في ايدي فهلمها بالزيت علشان اطلع ايه العجينة من ايدي، وفي نفس الوقت الم بيه العجينة ويبقى مظبوط كده معايا. والبواقي العجين اللي في الطاجن دي برضك تتلم معايا وتبقى زي الفل اهي. زي ما انتم شايفين كده، بصوا هتبدأ تلم اهي. العجينة هي تطلع من ايدي خلاص. تمام، بصوا هي لمت ازاي وبقت جميلة ازاي. والطاجن اهو بصوا نضف من البواقي اللي كانت متنطورة. بصوا بقت طرية اهي، انا عايزها بالشكل ده وبالطراوة دي. تمام، وفي نفس الوقت تمط كده. حلو، اسيبها بقى في الطاجن لمدة نص ساعة كده تخمر. وطبعا هغطيها واحطها في الفرن كده في لوحدها علشان تخمر، وهرجع لكم تاني. بعد ما خمرت بقى اهي، شايفين الجمال. اجيب بقى معايا الحشوات بتاعتي. ايه هي الحشوات اللي هعمل بيها؟ طماطميتين صغيرين، وفلفلتين برضو صغيرين، وشوية زيتون اخضر او اي زيتون بقى اللي عنده. تمام، وابدأ اخلط بقى كل الحاجات دي مع بعضها. وهجيب صاج او صينية، انا اللي عندي دلوقتي الصاج اللي فاضي. تمام، وادهنه زيت دهنة بسيطة كده. وبعدين بقى ابدأ اقرص العجينة بتاعتي. العجينة كده اخدها ايه يعني في حجم الليمونية كده وافردها. تمام، افردها واحدة واحدة كده زي ما انتوا شايفين. طبعا العجينة على بال ما اخلص هتكون ريحت، افردها تاني. تمام، اكورها كده في حجم الليمونية. تمام، وافردها في الصاج. تمام، وخلاص كده خلصتهم. طبعا اللي عايز يعمل كمية اكبر يعمل يضاعف الكميات بقى. تمام، هبدأ بقى ايه افرد العجينة تاني كده، ابططها بايدي تاني. هتتفرد معايا، هي كل ما بتقعد كل ما بتريح فتتفرد معايا اسهل. تمام، انا بقى ما كانش عندي جبنة رومي، فكان عندي جبنة فيتا بطعم الجبنة الرومي. تحفة على فكرة، هتديكي نفس الطعم بتاع الفرن بالظبط واحلى كمان. ماشي، ابدأ بقى افرد الجبنة على العجينة كلها كده علشان طعم الجبنة يبقى موجود على العجينة كلها. وبعدين ابدأ بقى احط الخضار بتاعي او الحشو بتاعي. تمام، والعجينة طرية فعادي نحط الحشو ونضغط كده عليه عشان ما يقعش. تمام، نحط بقى على الفطاير كلها. والله تحفة، مخدتش وقت خالص. وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، ولما تحمر من تحت اولع عليها الشواية. يلا بينا. واو، هو ده بقى الشكل النهائي بتاعها. تحفة تحفة، جربوها. الريحة فايحة بتاعتها اصلا وجميلة جدا، وحاجة بسيطة خالص والولاد بيحبوها. نفطر بيها او نتعشى بيها كده. بصوا بقى من تحت عاملة ازاي، ذهبي وجميلة ازاي. تمام، وطرية من فوق، وحاجة جميلة جدا وبسيطة جدا. قولولي بقى رأيكم في التعليقات. وما تنسوش تدعموني بلايك وشير والاشتراك في القناة، ونتقابل بقى ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. ومع الف الف سلامة.